ولقيته بيتصل بيا الصبح وبيقول لي عاوزك تيجي تنضفي لي البيت وتجيبي منى بنتك معاك. قلت له أنا آجي مفيش مشكلة، بس بنتي تيجي ليه؟ راح ضحك كده وقال لي انت هتدفعي شهر وهي هتدفع الشهر المتأخر. افتحي بس الواتس هبعتلك حاجة. وفعلا فتحت الواتس لقيته بعت صورة. فتحت الصورة لقيته بعت الخيار وكتب ليا مستنيك. أهلا بكم يا حبايبي في قناك. هنا بحكي قصص حقيقية من قلب الواقع، ناس عاشوا تجربة وتعلموا منها وجم يشاركوها معانا. استعدوا وخلوا ودانكم معايا علشان اللي جاي مش بس قصة، ده حكاية جميلة وغريبة أوي. ولو عجبتك القصة متنساش ترزعني لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس وتشارك الفيديو مع اللي بتحبه، علشان الحكايات دي أول ما تسمعوها هتجيبوا على نفسكم. صاحبة الحكاية بتقول أعرفكم على نفسي، أنا اسمي سالي، 40 سنة، متجوزة وعندي بنتين، منى 23 سنة ومطلقة، والصغيرة بسنت 10 سنين. وأنا بشتغل في محل جنب البيت لأن أنا اللي بصرف على ولادي وعلى جوزي، لأن جوزي محبوس فبوديله زيارات وكده. جوزي محبوس بقاله 5 سنين بسبب الديون عشان الإيجار ومصاريف البيت والأكل وكده. وأنا بشتغل شغلانة تانية، بروح أروق بيوت، أي واحد عايز مساعدة في تنظيف البيت بروح لها. المهم أنا بقالي 4 شهور متأخرة في دفع الإيجار، بدفعه على دفعة يعني ممكن في الشهر أدفعه على 3 مرات أو 4 مرات. ومن ساعتها صاحب البيت متغير معايا. كان الأول بيتكلم بأسلوب محترم لما كنت بدفع الإيجار بانتظام، ومن ساعة ما بدأت أتأخر في الدفع بقى كلامه غريب وطريقته مش مريحان، وكل شوية يكلمني في التليفون ويشتكيلي من مراته إنها ملهاش في السرير وما بتحبش النوم، وإن هو بيحب النوم جان، وإنها مبتعملش أوضاع، وبيفضل يشتكي لي منها كتير ويقعد يوصف لنفسه في إيه وهي ما بتعملوش اللي نفسه فيه. وطبعا أنا لازم أسمعه وأتجاوب معاه في الكلام علشان ما يزعلش. هعمل إيه غصب عني؟ ما هي في فلوس الإيجار لازم تدفع، بس أنا بجري في الكلام وخلاص. وجه الشهر اللي فات والدنيا زنقت معايا خالص وما دفعتش الإيجار. لقيته بيتصل بيا وكنا بالنهار لسه. لقيته بيتصل بيا عشان الإيجار، فرديت عليه بيقول لي هعدي عليكي اخد الإيجار القديم وبجديد. أنا قلت له يا حاج اصبر عليا لآخر النهار وأنا هتصرف وأجيب لك الفلوس لحد البيت. قال لي تمام. أنا أصلا كنت هقولك إن مراتي مسافرة وعاوزك تيجي تنضفي البيت وتجيبي بنتك معاكي. قلت له ده ما عنديش مشكلة آجي، بس بنتي تيجي ليه؟ انضحك كده وقال لي انت هتدفعي شهر وهي هتدفع الشهر المتأخر. لقيته بيقول لي افتحي الواتس كده هبعتلك حاجة. أول ما فتحت الواتس لقيته بعت صورة. فتحت الصورة لقيته بعت خيار. بالمهم ما بقيتش عارفة أعمل إيه. سألت منى بنتي ووريت لها الصورة. قالت يا عادي يا مام، وراح نعمل اللي هو عايزه عشان نخلص من الإيجار. وعلى آخر النهار رحنا له، فتح لنا الشقة وقعدنا في الصالون، وراح قايل يلا واحدة تقوم تجهز الأكل وواحدة تيجي تدعك لظهري. ملك ردت وقالت أنا هقوم أجهز الأكل يا ماما. راح قايل لي تعالي انتي بقى ادخلي ورايا. وفعلا دخلت وراه ولقيته داخل عن بانية. وأول ما دخلت لقيته في البانية وقال لي غيري هدومك عشان ما تتبنش. وفعلا بدأت أغير هدومي، وأول ما شافني قعد يبص في الكوك ويرنع فيه، وقعد يخليني ألعب في الخيار وهو بيخبط على التوت.
وفضلنا على الوضع ده نص ساعة، لدرجة إن أنا قلت يلا قوم اعمل. عندي ده أنا مش عاوز أعمل هنا، لحد ما رنا خبطت على الباب. قالت لي أنا خلصت الأكل جاهز. راح قايل لنا يلا نقوم عشان ناكل. المهم أنا لبست وطلعت، وهو طلع من غير لبس، وقمنا فعلا عشان نقعد ناكل. قال لي بالك تعالي اقعدي جنبي، عاوزك تأكليني. ومن بيتأكل فيه وهو عمال يلعب فيه. المهم خلصت، وأنا بصوا أنا عاوزكم انتوا الاتنين في وقت واحد، واللي هتقدر عليا ليها مكافأة كبيرة أوي عندي. أما طبعا علشان عندي خبرة أوي أكتر من بنتي، قلت لها سيبهولي أنا هحلبه. ودخلت عليه حلبته لما ما بقاش قادر يعمل أي حاجة، ما بقاش قادر عليا أنا وبنتي. من ساعتها وأحمد نفتحيه عشان ما عادش يتكلم عن الجار. بس أنا مش عاوزة إنه كل شهر يجي يكلمني، علشان كده يا ريت تورنولي أعلن إيه وتساعدوني. يا ريت تساعدوني عشان أخلص منه. جوزي لو عرف ممكن يحصل له حاجة ويعمل فيا حاجة. لو طلع من السجن وعرف اللي كان بيحصل ده ممكن يعمل في الراجل ده حاجة. يا ريت توروني نصايحكم، لأن أنا متأخرة في إيجار الشهر ده، وهو عمال يتصل عليا من امبارح وبيقول لي تعاليلي عشان ما أخدش منك الإيجار. وأنا من آخر مرة خليته مش قادر يعمل أي حاجة. بفكر أروح له، وأنا كده كده بعرف أحلبه، وهخليه على يمثلهم على طول وأسيبه وأمشي. هو كده كده ما بيقدرش علي، فياريت تقولوا أعمل إيه. أروح له وما تشاشم إيجار الشهر ده وأندع من إيه. وبعدين أنا المرة دي مش هاخد بنتي معاي، عشان أنا لوحدي بحلبه وما بيقدرش علي. يا ريت تنصحوني يا حبايب لهارة تعليقاتكم كلكم، وتكتبولي في الكومنتات، واللي يعجبه الفيديو ما ينساش يشيره الحبايب وصحاب، عشان القصص دي فايتكوا أوي. وأنا بجهز لكم قصص جديد بعتمها للمتابعين على الفيسبوك. قصص هتعجبكوا أوي، قصص أول مرة تسمعوا، وفي دلع كتير أوي جاي في الطريق. بس يلا اكتبونها في الكومنتات يا حبايب، وقولوا لها رأيكم، وأنا هسيبها تقرا الكومنتات كلها.